انت كويسة؟ اه كويسة، بس اشمعنى؟ اصل اخر فويس بعتيه حسيت من صوتك انك متضايقة او فيكي حاجة. لا لا لا، مفيش حاجة. انا بس كنت شادة معاهم في البيت شوية. طب الحمد لله انك بخير. انت خلصت شغل ولا لسه؟ اه خلصت اهو مروح. طيب لو روحت وما نمتش على طول ببعتلي. عناية حاضر. فكي، مش بحب اشوفك زعلانة. انا مش عاوز اضغط عليك واخليكي تحكي بالعافية، بس برضه مش هعرف اسيبك كده. عادي يا ابني، هبقى كويسة. اقول لك نكتة طيب؟ قول. مرة حلاها ما كانش حد بيحلق عنده خالص، جاب بطيخة لقاها قرعة، قال لها حتى انت بتحلقي بره. بايخة بايخة جدا. على فكرة حلوة. اقول لك واحدة كمان؟ لا، ما هي مش موجة كوميدي، هي انت تاخد عليا. والله نفسي اخد عليكي. يا تبطل تعمل من احزاني فقرات كوميدية. والله ما قصد، انا بس مش بحب احس انك مقفوشة كده. طب هو ممكن تحكي لي ايه مضايقك؟ لو هينفع يعني. طيب يا عم الحشري، بكرة في عريس جاي يتقدم لي. هو ايه اللي يعني متضايقة من ايه؟ ما انت عارف بابا بيطلع عين اي عريس يتقدم لي. وانت العريس ده حباه يعني؟ مش حبايه، انا اصلا معرفوش، بس حوار ان بابا بيصعبها على كل عريس يتقدم لي دي خانقاني. خايفه يجي حد مناسب وبرضه يخنق عليه ويزهقه. هو بس عشان بيغير عليكي وبيحبك فعاوز لك احسن حاجة. انا عارفه، بس مفيش نبي هيجي يتقدم لي، كلهم ناقصهم حاجات. بالشكل ده انا مش هتجوز حضرتك. هو فعلا ضروري باباكي يخف شوية عن اللي بيتقدمولك. المشكلة انك برضو مش هتقدري ما ترضيش ابوكي، صح؟ ما هي دي المشكله. لا ان شاء الله خير، وان شاء الله يترفض زي اللي قبله. انت بتقول ايه؟ بقول لك خير يعني ان شاء الله. لا عاوز ربنا هيكون. انت بقى قول لي يا فالنتينو، اخبار الموزه بتاعتك ايه؟ اعترفت لها ولا لسه؟ مزة مين؟ اه لا دي خلاص مش هعرف اعترف لها بحاجة. ليه كده؟ وشكلها تتجوز. انت بتستعبط؟ انت ليه ما اعترفتلهاش حتى؟ او حتى تقدم لها وانت ونصيبك يا سيدي. ما انا قايل لك عندها ظروف في بيتها، وباباها زي باباكي كده صعب، عاوز لها احسن حد في الدنيا برضو. طب وانت فيك ايه؟ ما انت كويس وزي الفل. ربنا يسترك، لكن انا ما انفعهاش. مازين، انت فعلا بتحبها ولا معجب بيها عشان هي حلوة زي ما انت بتقول؟ اكتر حد برتاح معاه، اكتر واحدة متقبلها زي ما هي، عشان هي كمان متقبلاني زي ما انا. هي حلوة، لكن هي من جواها احلى. اكتر حد نفسي يكون جنبي على طول. ازاي هي مش حاسة بكل ده؟ طب انت حاسس انها بتحبك؟ كفاية اني بحبها. لا مش كفاية على فكرة، ولازم تقول لها. مش هينفع. لا هينفع. والله صعب. لا مش صعب، ابعت لي اكونتها وانا هحاول اصاحبها واعرف دماغها. انت بالذات ما ينفعش تكلميها. اشمعنى انا بالذات؟ عشان يا بنتي هي عارفة انك صاحبتي وكده، مش حابب اتحط في موقف محرج. وبعدين قلتلك المشكلة مش بس فيها، انا مبسوط قوي ان علاقتي بيها ما فيهاش هدف معين، مش علاقة بغرض جواز ولا ارتباط. يبقى انت مش عاوزها يا مازن. لا والله عاوزها. لا، اللي عاوز حد بيسعاله. ما انا خايف اترفض علاقتي بيها تتأثر، انا فعلا مش عاوز اخسرها. ما انت برضو كده هتخسرها، لو ارتبطت بشخص تاني هتخسرها. في الحالتين خسارة، بس على الأقل تبقى عملت اللي عليك. مش هقدر اعمل كده.